كده ان شاء الله في سؤال بس. سؤال جميل فقهي لبعض الشباب اللي ما يعرفوش ايه يعني ايه ذنب، وامتى يغفر الذنب وامتى لا يغفر، وامتى الذنب يكون معظم وامتى ما يكونش معظم. فالشيخ محمود هيعرفنا، هيقول لنا المعلومات دي، هيعلمنا ازاي نستغفر ربنا سبحانه وتعالى من الذنوب، وازاي نتوب، وازاي يكون الذنب اصلا، وازاي اعمل الحاجه دي وما اخدش عليها ذنب، وامتى الذنب يكون مغلظ وغير مغلظ. اتفضل يا شيخ محمود، اسال السؤال اللي انت هتساله. انا ما بسمع من الناس عم الشيخ، طالما صليت لو عملت ذنوب في الوقت دي وصليت ذنوبك بتروح، ومن بعد العصر لحد العشاء لو صليت العشاء ذنوبك برضك بتروح، ما تتغفر لك. انا عايز اعرف الكلام ده صح ولا لا؟ هو احنا طبعا اولا علي صوتك شويه. ان احنا الانسان منا ليس معصوما. الانسان منا ليس معصوم، يعني ممكن بيصلي وبيصوم وبيعمل ذنب وبيعمل معصية. طيب في اشياء، في امور ربنا سبحانه وتعالى عملها لك وعطاها لك ان ربنا سبحانه وتعالى يكفر بها الذنوب بتاعتك دي ويكفر السيئات دي. من ضمن الحاجات ديتي مش هقول لحضرتك الصلاة، ده انا هقول لك الوضوء. حضرتك دخلت علشان تتوضى علشان تصلي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد منا اذا دخل الى الوضوء فغسل يديه تساقطت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الوضوء او مع الماء او مع اخر قطر الماء. طيب واذا غسل وجهه سقطت كل خطيئة نظر بها بعينيه. طيب كل عضو بيتغسل في الوضوء دوت ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الذنوب دي تنزل مع المية اللي نازلة على الأعضاء دهيت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الطهور شطر الإيمان. طيب أنا إذا الوضوء دهوت بيخلي الذنوب اللي أنا عملتها دهيت، بس في حاجة ما أكونش مصر على الذنب دوت، أنا بعمله غصب عني. أنا ماشي نظرت لحد، أنا ماشي غصب عني شتمت حد، انا مش عامد، مش متعمد ان ده ذنب وراح اعمله. انا مش متعمد مثلا ابو عمر ان انا اشتم دوت، مش متعمد ان انا مثلا واحد سواق توك توك يزنق على واحد يخلي الناس ممكن يرمي واحد في المشروع مش عارف، لا. طيب انا عملت حاجه غصب عني. وشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه؟ يقول لك كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون ويرجعون الى الله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي يقول لك في الحديث والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني لولا ان احنا بنعمل ذنب فنتوب ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يذهب هؤلاء الخلق ويأتي بخلق آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كان